نصايح مهمة للي بيسافروا اليمن. أخي المغترب، يا منعاه يا داعاه، ما بش داعي للخرط في اليمن. هي إجازة، سافر وافتهن وارتاح. ما بش داعي لسم وطال عمرك وهلا وغلا وما هقيتها ومو متأكد والزبدة وتقلط. هذه الأخيرة بالذات انساها لأنهم يفهموها غلط. ما بش داعي انهم يعرفوا ايش اسم كفيلك وكم معها اولاد، وانك انت وهو الروح بالروح، وانه بيعزمك غدا للبيت كل اسبوع، وان جهاله بيطيعوك. ابو هالخرط. ما بش داعي انك تدي تقرير مفصل للمدام حقك من هم الشغالين ومن هم المتعطلين ومن هم اللي ما لهم شيء ومن هم المتدينين، وانك انت الوحيد فارس الغربة. ما بش داعي انك تفتح الواتساب وتفعل رسالة من جنبها العاملة المحطة ولا لاي هندي وتتكلم معه بالهندي. صديق انت مخربان، انت علي بابا، وتقول اوه جبرني بالمتلغوي حقي. ما بش داعي انك تتخيجف وتفتح الكاميرا وتقول انك بتراقب المحل والعمال والزباين. اساسا النت في اليمن ضعيف يا منعه، خلى الناس يخزنوا. ما بش داعي انك تقوم بنص التخزينه وتقول انك رايح تستلم حواله، وانت اصلا القات ما قلبنش معاك ولا جالس بتفكر من بيحول لك ب 500 ريال. ما بش داعي انك تخرط وتقول ان الالف السعودي بيفعل معك يومين على اساس انك كنت تاكل حاشي ولحم في الغربة وانك كنت مرتاح. وفي الاخير ملاحظة مهمة، الذي بيروح بسيارة والنعم بكف الله يوفقه ويرزقه. بس ما بش داعي انك تقول انها كانت حق دكتور من البيت للجامعة، ولا انها كانت حق شايب اشتراها ومات وجلس بالحوش 5 اشهر او 5 سنوات والورثة تقاسموا وباعوها لك. يا من عقد محافظة اب كلها سيارة دكاترة. المهم الشيء اقول لكم ان الذي في اليمن قد هم اخطر منكم وعارفين بكل شيء، بس ما يكسروا بخاطركم. تحياتي.